3 تريليون دولار. أمازون بقت خامس شركة في التاريخ توصل للرقم ده. السهم بتاعها ارتفع وسجل أعلى سعر ليه في حياته، بس في نفس اليوم بالظبط مؤسس الشركة جيف بيزوس قدم طلب إن هو يبيع أسهم ب4 مليار دولار في نفس اليوم. وطبعا الناس شافت الخبر وقالت هو لو صاحب الشركة بيبيع يبقى في حاجة غلط، وفعلا السهم نزل 2% في تاني يوم. وجيم كرامر واحد من أشهر المحللين في السوق الأمريكي كتب على إكس وقال كلمة واحدة بس: باسكل، يعني ببساطة بيزوس كسر الفرحة. بس الحقيقة بقى إن الموضوع مش بالبساطة دي. أولاً بيزوس حدد خطة البيع دي من نوفمبر 2025، يعني قبل الأرباح وقبل ما السهم يوصل للرقم ده أصلاً، وده اسمه رول 10b5، وده نظام بيخلي المديرين التنفيذيين يحددوا مبيعاتهم مقدماً عشان ما حدش يقول إن هم استغلوا معلومات من جوه الشركة. ومش أول مرة جيف بيزوس يعملها. في يونيو ويوليو اللي فاتوا باع أسهم ب5.7 مليار دولار، ولسه أكبر مساهم فردي في الشركة بنسبة 8%. طب وثانياً الأرقام اللي ورا ال3 تريليون دي مش هزار. إيرادات الربع الثاني بس 200 مليار دولار، والأرباح التشغيلية 27.5 مليار دولار، وخدمات الكلاود أو AWS لوحدها جابت 42 مليار بنمو 37%، ومعاها بقى طلبات متراكمة ب 496 مليار دولار. يعني العملاء حاجزين خدمات لسنين قدام. بس المهم بقى إن أرباح الشركة اللي تم إعلانها فيها رقم مضلل شوية. الشركة قالت إن ربحية السهم 5.75 دولار، والمحللين كانوا متوقعين 1.82. وهنا ده فرق رهيب. ببساطة 53 مليار دولار من صافي الأرباح جاي من حاجة واحدة بس: إعادة تقييم حصة أمازون في شركة أنثروبيك، شركة الذكاء الاصطناعي بتاع الكلاود لو فاكرينها. يعني أرباح على الورق مش كاش موجود جوه الشركة. وفوق ده كله أمازون رفعت ميزانية الإنفاق الرأسمالي ل 220 مليار دولار السنة دي، معظمها رايح للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. يعني ببساطة الشركة بتراهن رهان ضخم إن الذكاء الاصطناعي هيبقى محرك النمو الرئيسي في السنين اللي جاية. فالسؤال بقى اللي المفروض تسأله مش ليه بيزوس بيبيع، السؤال حقيقي: هل ال3 تريليون دي فعلا مبنية على أرباح حقيقية، ولا على وعد إن الذكاء الاصطناعي هيغير كل حاجة في المستقبل؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات.